ذمار علي يهبر بن ياسر يصدق نحو 100 ميلادي 175 ميلادي من أعاظم ملوك سبأ وذوريدان، وفي زمنه رمم سد مأرب، وهو أحد الملوك الذين سكوا العملة. وأول ظهور لاسم ذمار علي يهبر في نقش مؤرخ بشهر القيظ سنة 247 حمير الموافق 137 ميلادي، وهو عند قدماء الإخباريون اسمه ذو المر علي، ونسب عبيد بن شرية أبياتنا إلى أسعد الكامل يفول فيها: أن يهبر لم يكن جبان لدى الحرب بل يهبر، ذو المر علي فلا تنسه، وآباؤه فهم المنصر. تمثال لذمار علي يهبر الأول ملك سبأ وذوريدان، ونسب هذا النقش لذمار علي الثاني خط النقش 4780. فترة الحكم 135 ميلادي 175 ميلادي. شمر بن ياسر يهصدق. ثأراني يعب. معلومات شخصية. الاسم الكامل: ذمار علي يهبر بن ياسر يهصدق. تاريخ الميلاد 100 ميلادي تقريبا. تاريخ الوفاة 175 ميلادي تقريبا. في أواسط القرن الثاني الميلادي سيطر ذمار علي يهبر على العاصمة مأرب، وبذلك عادت الوحدة من جديد بعد اضطرابات استمرت عقودا بعد انقلاب الشرح يحضب الأول على الملك عمدان بين يهقبض. ويحتمل أن ذلك قد حدث نتيجة انحياز القبائل سبأ إلى بني ذوريدان رغبة منهم في الخلاص من ويلات الحرب التي كانت في عهد الملك سعد شمس. أسرع ابن الشرح يحضب، وقبول حكم بني ذوريدان قد ترتب عليه تخلي الملك سعد شمس أسرع وابنه عن عرش سبأ. وبينما ذمار علي يهبر في مأرب أشرك ابنه ثأران في الحكم، وقام معا بترميم سد مأرب على أثر دمار حل بالسد. وتظهر لنا 4 نقوش لزعماء من القبائل السبائية في مأرب وقبائل المرتفعات إتحاد سمعي، وبكلا يتعهدون بالولاء للملك ذمار علي يهبر على سبيل المثال رب شمس نمران أمير بني بتع سمعي. يبدو أن ولاء قبائل المرتفعات الشمالية لم يدوم طويلا، حيث تنقلب تلك القبائل على ملوك بني ريدان وتنضم إلى وهب إليحز الذي أعلن أنه ملك سبأ أيضا. وفي العام 158 ميلادي قامت الحرب بين الملك ذمار علي يهبر ووهب إليحز، ويظهر من أحد النصوص أن ذمار علي يهبر وإلى جانبه سعد شمس أسرع في إتحاد سبئي ريداني شنوا حربا ضد قبائل المرتفعات وزعيمهم وهب إليحز بدعم قبيلته ردمان وخولان وقبائل المرتفعات السبئية الاستقراطية بانو بتع وسخين وقبائل أخرى. ويشير نقش مؤرخ إلى أن الحرب اندلعت في شهر ذو الثابت سنة 268 حمير الموافق أبريل 158 ميلادي. العام التالي نشبت الحرب بين ذمار علي يهبر ملك سبأ وذي ريدان وممالك حضرموت وقتبان وفقا لأحد النقوش المؤرخة بسنة 85 في تقويم ردمان الموافق 159 ميلادي. ولا يشير النقش إلى حرب ضد ردمان أو أحد قبائل المرتفعات حول صنعاء، ولكن من نصوص سابقة يظهر بوضوح أن ممالك حضرموت وقتبان كانت حليفة لأمير ردمان وهب إليحز منذ أربعينيات القرن الثاني الميلادي، وربما أن في هذه الفترة كان بينهما حلفان جديد. هناك نقش آخر قتباني يشير إلى حرب قادها نبط يهنعم آخر ملوك قتبان على أرض حمير وملك سبأ، في إشارة إلى ملك سبأ ذمار علي يهبر الذي بأرض حمير، وإن لم يرد بالنص على اسمه. وفي نفس العام 159 ميلادي استطاع وهب إليحز الوصول إلى عرش قصر سلحين، مستغلا انشغال ذمار علي يهبر في حرب قتبان وحضرموت، ليعلن نفسه رسميا ملكا لسبأ من العاصمة مأرب. ولدينا نقش من معبد أوام يذكر أن الملك وهب إليحز وصل إلى عرش القصر سلحين نتيجة لحروب شنها على الرحبة وحميرة قبل عام، أي العام 158 ميلادي.
هناك نص آخر يشير إلى انتقال وهب إليحز من قصر همدان إلى قصر سلحين بعد حروبه ضد حنيير وقبيلة ذمار فرع القشم، وهي إشارة واضحة إلى الدور الرئيسي الذي لعبته قبيلة همدان في تحالفها مع وهب اليحز. وفي حوالي العام 160 ميلادي انتهت الحرب الشاملة بين ممالك جنوب الجزيرة العربية بتحكيم زعيم همدان يوريم أيمن بين الأطراف المتحاربة ملوك سبأ وذوريدان وقتدان وحضرموت. وكان نتيجة التحكيم اختفاء مملكتي أوسن وقطبان وتثبيت حكم وهب اليحز ملكا لسبأ، وإقرار لقب ملك سبأ وذيريدان لذمار علي يهبر حصرا، وعودة مملكة سبأ يرأسها أمراء قبائل المرتفعات الشمالية. من المؤكد أن الملك ذمار علي يهبر عاش إلى سنة 160 ميلادي. مع ذلك ليس لدينا حتى الآن دلائل عن زمن وفاته، وقد قدر كريستيان روبن نهاية حكمه بسنة 175 ميلادي، ومن المؤكد أن ابنه ثأران يعب ينعم خلفه على العرش. وقد عثر على تمثال من البرونز لهذا الملك غاية في الإتقان، وهو يصوره طويل القامة ممشوق القوام ممتلئ إلى الساقين بالعضلات، عريض المنكبين، مفتول الساعدين قويهما، يحمل حربة، وله وجه مستدير مفرط الجمال، ورقبة غليظة قوية بلحية مهذبة وشارب، وشعر معصوب بعصابة ومعقود عليه بأنشوطة من الخلف، وله عيون لوزية واسعة، وأنف حد مستقيم، وشفتين رفيعتين بحواف رقيقة. ويوحي التمثال بأن الشيخوخة لم تفلح في تشوية تقاسيم وجه وجسد الملك حتى وهو في منتصف العمر.